السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة البطاطس البيوريه بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها حكاية من غير بهارات كتير ولا شغل كتير. اول حاجة جبت البطاطس بتاعتي قطعتها باشكال عشوائية، بعد كده نزلت بشوية مية عليها لحد ما تغطي البطاطس بتاعتي. تمام، هبدأ بقى ان انا ارفعها على النار. السر بقى بتاعي اللي بيخلي البطاطس طعمها مختلف جدا: ملح ومكعب مرقة، بس كده. ايوه، مكعب مرقة. مرقة الدجاج هتجيبي واحدة وتبدأي ان انتي تفركيها كده وتحطيها على البطاطس بتاعتك وتسيبيها بقى لحد ما تستوي خالص. تصفي المية الزيادة اللي فيها، وبعد كده تبدأي تهرسيها. ايوه كده، البهارات بتاعتها بقت جاهزة ومش محتاجة اي بهارات زيادة ولا اي حاجة، هي الملح والمكعب. تعالوا بقى بعد ما هرستها، تعالوا نعمل بقى الطشة بتاعتها. عندك زبدة؟ تمام شغال. سمنة بلدي؟ مفيش اي مشكلة. سمنة شغال برضو. تبدأي بقى، انا هنا كنت حاطة حتة سمنة بلدي على معلقة زبدة كده، وسبتهم اللي هو زي ما انت شايفة كده. اول ما يسخنوا معايا كويس قوي، هبدأ اروح واخدة اللي انت شايفاه ده كله حطاه على الايه، على البطاطس بتاعتي، وهبدأ ان انا اقلبها واشرب البطاطس من الزبدة والسمنة. شايفين قوامها كريمي ازاي؟ ولا طعمها حكاية؟ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. قدمتها بقى كده بالشكل دوت مع شوية عيش ابيض، اللهم بارك، طعمها حكاية. جربوها، متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس.